السلام عليكم. قصتنا اليوم للعبرة والاستفادة. أما المكتوب كيف ما كنقول لكم دائما ما من نهرب. القصة ديال اليوم قصة سعاد، قصة زوينة بزاف غادي تعلمك باش أنك عمرك ما تثقي في شي واحد. هاد القصة ديال هاد النهار واحد القصة اللي غادي تعطي لكل واحد فينا واحد الدرس اللي صعيب بزاف، لا بالنسبة للناس اللي دازوا من بحال هاد المشاكل او لا بالنسبه للناس اللي كيثيقوا في اي واحد وكيدخلوا لدارهم اي واحد وكيدخلوا لحياتهم اي واحد. غادي تولي تدقي ناقوس الخطر عند اي واحد تبغي تدخليه لدارك او لا لحياتك. غتفكري 1000 مره قبل ما ديري هاد الخطوه بعد ما تسمعي هاد القصه. ندوزو مباشره باش نسمعوا القصه ديال سعاد. سميتي سعاد، انا بنت زوينه من عائلة لاباس عليهم. بابا عنده شركة كبيرة واللي بغيتها كنلقاها، اي حاجة حليت عليها فمي كنلقاها، بحكم انني البنت الوحيدة اللي في الاسرة ديالي، يعني ما عندي لا خوت ولا خواتات، انا الوحيدة اللي عند بابا وماما. كانت عندي واحد الصديقة ديالي سميتها سمية، كانت بحال اختي، كنخرجوا بجوج وندخلوا بجوج، اسرارنا عند بعضياتنا، أسراري كلها عندها وهي كذلك، حتى هي أسرارها عندي. واحد النهار خرجنا كنديرو الشوبينغ كيف ما العادة، حيت مولفة أنا وياها فاش ما كنلقاو ما نديرو كنخرجوا نتقداو شي حاجة، وراكم عارفين البنات ملي تيخرجوا ما تيبقاوش يرجعوا من الشوبينغ. خدينا بزاف ديال الحوايج. هي صراحة بنت فقيرة، ولكن كنت كنشري ليا وليها، ما كنخليش الفرق بيني وبينها. اي حاجه حلت عليها فما كناخدها ليها، واي حاجه خديتها واخا ما تقولهاش ليا كناخد ليها حتى هي. وحنا كنتقداو الحوايج، دخل واحد الدري بقى كيشوف فيا، قلت يمكن عجبته، ولكن كتر فيا الشوفه حتى خلعني. خرجت انا وصاحبتي وقلت ليها داكشي اللي كاين، وهو بقى تابعنا، وهي تقول لي عادي يا صاحبتي يمكن عجبتيه، وكملنا الشوبينغ ديالنا. ولكن تخلعت بزاف وقلت ليها يلا نمشيو في حالاتنا، حيت بصح كنت تخلعت منه بزاف بالطريقه اللي كيشوف فيا بها والطريقه كيفاش تابعنا. ركبنا في الطوموبيل ومشينا، وفي الصباح كيف ما العاده خرجت باش نمشي للمدرسه ديالي، وملي وصلت لقيتو كيتسناني. اتصدمت وخفت بزاف، سمحت فيه ومشيت، وهو يتبعني قال لي وقفي نهضر معاك. قلت له شنو بغيتي؟ قال لي غير وقفي، واش ما رضيتيش بيا؟ شفت فيه وتصدمت صراحه ملي شفت فيه، غير مجرد ما شفت في عينيه حمقني، وشفت فيه داك الراجل اللي كنت كنحلم به حياتي كامله، بحال شي سحر ولا ما نعرفت، ولا يمكن هذا هو الحب من اول نظره. مجرد ما شفت فيه بديت كنبتسم غير بوحديتي، وقلت له لا ماشي هكاك، مرحبا شنو بغيتي؟ قال لي بغيت نتعرف عليك. قلت له مرحبا. تبادلنا صراحه النوامر وبقينا كنهضروا الليل كامل، وليت كنبغيه وكنحماق عليه. لقيت فيه كل مواصفات ديال داك فارس الاحلام اللي كنت كنحلم به. ما تسوقتش صراحه الله لا المستوى ديالو، لان حتى هو كان ولد فقير وما عندوش ولا حتى شي حاجه، يعني بغيته وصافي وبقيت غاديه معاه على داك الاساس. ومن بعد شهرين قال لي غادي يجي يخطبني هو والعائله ديالو. فرحت بزاف وقلت اذا حتى هو كيبغيني، وما تيقتش. مشيت كنطير عيطت لصاحبتي وقلتها ليها، وقالت لي مزيان. قلتها لماما ووجدنا كل شيء، وتقاديت وصوبت المكياج خفيف كيف ما كيعجبو، وقديت شعري ولبست القفطان اللي اختاريته انا وياه، وداز كل شيء مزيان. من بعد قررنا باش غادي نديرو العرس، وبابا قال لي هو اللي غادي يوجد لي العرس، وهو اللي غادي يدير لي عرس اسطوري، بحكم اني انا البنت الوحيده اللي عنده. العرس اللي دار لي عرس الاحلام. مشيت انا وراجلي لشهر العسل اللي كان على حساب بابا اللي تكلف بكاع المصاريف ديال العرس ديال شهر العسل. وحتى ملي رجعنا من شهر العسل لقيت بابا موجد ليا واحد الدار اللي زوينه بزاف،
مفرشة مأتة من ما جميعه، كل شي كان فيها. هذيك الدار هي اللي عشت فيها انا وراجلي. وحتى من الخدمة بابا خدمو معاه وخلاه مسؤول على واحد البوست، واخا قرايته ما كتسمحش ليه بهذا الشيء، ولكن بابا علمو ودار فيه الثقة وعطاه كاع الحوايج اللي غادي يقدر يحتاجهم في هذيك الخدمة باش يتعلم ليها دغيا. ومن بعد مدة ما بقاش الراجل كيف ما هو، تبدل عليا، ما بقاش يعمر معايا الدار. ملي كيجي كنهضروا، ملي كيجي ما كنهضروش اصلا. علاقتي بيه ولات بارده لواحد الدرجه كبيره، وحتى علاقتي بيه كزوجه ما بقاتش بيناتنا ديك العلاقه، حتى قربت تنعدم نهائيا. ملي كيجي كنكون انا نعست، وملي كيخرج كنكون باقيه ناعسه، يعني ما بقيتش كنتلاقى انا وياه نهائيا. مرت بزاف وبديت كنقول ما يمكنش هاد الحال يبقى هكا، خاصني نعرف اشنو درت لهذا الراجل. هزيت راسي ملي نضت في الصباح ومشيت لعندو للخدمه، وملي دخلت عنده لقيتو كيهضر في التليفون. غير شافني وهو يقطع وقال لي علاش جيتي؟ قلت ليه جيت عند راجلي، زعما كنقاد معاه الامور. قال لي راجلك في الدار ماشي في الخدمه، اما دابا خرجي وسيري بحالك للدار. الطريقه اللي هضر معايا بها ما عجبتنيش نهائيا. خرجت ومشيت وبقيت كنبكي الطريق كامله. مشيت للدار وشدتني واحد الهستيريا ديال البكا، بقيت كنبكي حتى ما بقيتش حاسه براسي. ملي نط لقيت راسي في السبيطار. جا هو للدار من مورايا ولقاني طايحه وهزني وداني للسبيطار. وتما كاينه غاديه نتصدم، حيت ملي فقت ولقيت الطبيب عند راسي سولته وقلت ليه شنو كاين. قال لي ما خصكش تبقاي تجهدي على راسك، وما خصكش تبقاي تعرضي راسك للتوتر. انت دابا راكي حامله وخاصك ضروري تحاولي على راسك. ملي سمعت هاد الهضره تصدمت بزاف، بقيت غير كنشوف، ما عرفتش واش نفرح ولا نغضب. ما عرفتش كيفاش حتى حملت بصراحه، لان كنت مازال ما موجداش راسي لهاد الخطوه هذه. ملي دخل الراجل سولته، قلت ليه واش عرفتي الطبيب شنو قال لي؟ قال لي عارف كل شيء، وداك الشيء علاش جيت نهضر معاك. قلت له شنو؟ قال لي هذاك الدري ضروري خاصك تطيحيه. بقيت مصدومه، قلت له كيفاش غادي نطيحو؟ قال لي كيف ما كتسمعي، انا راه ما بقيتش كنبغيك وحياتي معاك ولات مستحيله. قلت له شنو درت ليك؟ قال لي بلا ما تكثري معايا الهضره، غدا في الصباح غادي نجي عندك باش غادي نطيحو داك البيبي. وخرج وخلاني مصدومه، بقيت غير كنشوف، دمعه ما نزلاتش ليا. نط لبست حوايجي وانا هكاك في هذيك الحاله. وملي نط لبست حويجاتي وخرجت مشيت لعند صاحبتي مباشره باش نشكي عليها همي ونقول ليها شنو واقع ليا. ملي مشيت ودقيت عليها كانت تصدم وكيحل ليا راجلي. هنا كانت اكبر صدمه ليا في حياتي. بقيت غير كنشوف، قلت ليه اش كدير نتايا هنا؟ وهي تخرج عندي صاحبتي قالت لي صافي تفرشات القضيه، ايوا نوضي على سلامتك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيف ما كتشوفي لعبه ودرتها باش ناخذوا داكشي اللي بغينا. قلت لها شنو كتقولي؟ علاش درتي هاد الشيء؟ شنو كنت منقصه عليك؟ قالت لي اسمعي نقول لك البليده، هذه خطه درتها انا وياه. هذا راه صاحبي انا وموعدني انا بالزواج، وقلنا هكذا باش غادي نوفروا علينا الخدمه وتماره حتى يجمع راسو وعاد غادي نتزوجوا. قلت ليه هاد الطريقه بحكم انك انتي بليده يتزوج بك، ومن بعد مني يترسم وتكون عنده الخبره غادي يخرج يخدم في اي بلاصه، وغادي نقدروا هكذا نجمعوا راسنا ونتزوجوا انا وياه. ولكن نتيا مزروبه على راسك ونايضه تحملي ونوضي طيحي داك الولد ونوضي تطلقي انتي والسيد، حيت ماشي ديالك، هذا راه ديالي. بقيت غير كنشوف وكنشوف في البرود اللي كتهضر معايا به. ما توترات، ما حشمات، ما طلبت مني السماحه، ما حتى شي حاجه. الوقاحه اللي كانت كتهضر معايا بيها خلاتني ما نقول حتى شي كلمه. هزيت راسي ومشيت نيشان لعند المحامي، رفعت الدعوه ديال الطلاق، قلتها لماما وبابا ووقفوا معايا الصراحه الله مزيان. ولدت ولدي وتما كينا قررت باش نكمل حياتي،
حيت ما يمكنش نوقف حياتي على واحد جوج ديال الناس اللي تافهين وغدارين. ما يمكنش نوقف حياتي ونزيد نادي راسي اكثر ما هما اداوني. مشيت ودفعت باك ليبر بحكم اني كنت خرجت من القرايه ديك الفتره اللي كنت تزوجت فيها. دفعت باك ليبر وشديته ودرت ديبلوم ديال الانفورماتيك، والحمد لله شديت واحد البوست في الشركه ديال بابا اللي مهم بزاف. خدمت وهزيت راسي وهزيت ولدي، وحتى بابا وماما الحمد لله واقفين معايا اكثر من القياس، الله يخليهم ليا. القصه ديال اليوم جيت نعاودها لكم باش تعرفوا الغدر ديال الصحابات، وماشي غير الصحابات، حيت بحال هاد القصص كاين منهم عداد، منهم ديال الصحابات ومنهم ديال الخواتات ومنهم ديال العائله، بزاف ديال انواع د الغدر. اهم حاجه علاش جيت نعاود لكم هاد القصه باش تاخذوها للعبره وما تكونوش باليدين في اي حاجه كتجي قدامكم كتوكلوا عليها نيشان وكتوجهوا وتبداو فيها. اهم حاجه ندرسوا الخطوات ديالنا ونعرفوا راسنا معامن، وما نديروا الخطوه حتى نكونوا درسناها مزيان. اليوم انا بخير، عايشه بخير مع ولدي ومع ماما ومع بابا. صراحه الله ولدي ما منقص عليه حتى شي حاجه، وحتى انا نفسيتي ولات احسن. غير هي الحاجه الوحيده اللي تبدلت فيا وفي شخصيتي هي اني ما بقيت كنثق في حتى شي واحد. ما بقاو عندي لا صحابات لا حتى شي حاجه. وليت عندي 3 ديال الناس في حياتي، هما ولدي وماما وبابا. الغزالات ديالي هنا كتسالي القصه ديالنا، القصه ديال سعاد، قصه مع خيانه مع الخيانه ديال صاحبتها ليها. نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا من القصه وخديتوها عبره في حياتكم باش ما تثقوا في حتى شي واحد. هنا كتسالي القصه ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده باذن الله.